وعسلامة ناس الكل. القصة متاع المكفوفين والفيل اللي سمعناها في الحلقة اللي فاتت تعلمنا أنه الحقيقة الكاملة ما تنجمش توصل لها من وجهة نظر واحدة. الناس ينجموا يختلفوا في أفكارهم حسب التجربة والثقافة اللي جو منها. هذا يورينا قديش مهم نسمع بعضنا ونجمعوا رايي ورايك باش نقربوا للحقيقة. أما فما سؤال يطرح نفسه: هل التعددية الدينية تعاوننا نوصلوا للحق؟ خليك معايا. التعددية الدينية تدعم فكرة أنه فما ديانات مختلفة وكل ديانة فيها جزء من الحقيقة، وتنجم تكون طريق صالح في حد ذاته للحق وللسلام الروحي، بما أنه الديانات تشبه لبعضها في الآخر وعندها هدف واحد. والحل الوحيد من غير تكسير راس ولا تفكير أنه الإنسان ينجم يقعد وين هو ويحافظ على تطبيق وصايا وطقوس الدين اللي تولد فيه باش يضمن ما بعد الموت. لكن لو الكل هتوصلنا للحق، كما يقولوا كل الطرق تؤدي لله، وكأني نقول أنه كل الديانات صحيحة. شنو رأيك؟ كيفاش نجم نقيمه بطريقة موضوعية؟ هل نفحصوا العقيدة، طريقة العبادة، ولا نفركس على الإجابة للأسئلة المهمة في الحياة؟ منين جيت؟ شكون أنا؟ علاش أنا موجود في الأرض؟ كيفاش نعيش؟ وين ماشي نهار آخر؟ فكر معايا. لو عندك أي سؤال اكتب تعليقك تحت الفيديو. إلى اللقاء.